ماشي كده السيشن مسجلة إن شاء الله. خلونا نكمل. طيب زي ما كنت بقول لكم، اتكلمنا عن إيه المرة اللي فاتت؟ اتكلمنا عن السيلز فانل اوفر اول، وبعدين اتكلمنا عن الميتريكس. ايه اللي بيقابلنا في الميتريكس، ايه الارقام اللي ممكن تظهر لنا وهكذا. وبعدين اتكلمنا عن ثلاثة ماتريكس تقريبا. اتكلمنا أول حاجة عن السي بي إم، واتكلمنا إن هو أكتر من منصة والجمهور المستهدف والكونتنت اللي أنا بحسن فيه السي تي آر. واتكلمنا شوية على السي تي آر باستفاضة شوية، إن المفروض أكون مركز على الكونتنت وهشوف هو كويس المحتوى الفيديو أو الديزاين أو أيا كان يكون في فاليو بقدمها للعميل وفي كول تو أكشن. بعدين اتكلمنا إن نتيجة إن السي تي آر كويس والسي بي إم كويسين، هيطلع معانا كوست بير كليك كويسه. وعلشان دايما اطلع كوست بير كليك احسن، اجرب اكتر من اودينس واجرب اكتر من كرييتيف او اكتر من كونت. بعدين اتكلمنا عن حاجه مشهوره في طريقه الكتابه بتاع الاعلانات اسمها البي اي اس او البين اكتيفيت سوليوشن. ان انا اوضح للعميل مشكله، واحسسه قد ايه المشكله دي صعبه، وبعدين اقول له الحل والله في واحد اتنين تلاته. وبالصدفه واحد اتنين تلاته دول انا بقدمهم في المنتج بتاعي. تمام. ده باختصار جدا آه، الجزئيه دي. قولوا لي لو بس حد عنده سؤال هنا، عشان كان في حد سالني تاني عليه. حد مش فاهم الحته بتاع البي اي اس دي. اللينك. لينك ايه بالظبط؟ فين اللينك؟ لينك ايه يا احمد توصل؟ وانت بتراجع دلوقتي عن السيشن اللي فاتت، فانا ما كنتش حضرت، فعايز اسال لو هي مسجله عشان ارجع اعيدها ان شاء الله. السيشن اللي فاتت دي مش الاسبوع اللي فات اللي قبله، انا متذكر ان انت حضرتها. هو يمكن أنا ناسي بقى. لا كنت مش لا، بس انا الاسبوع اللي فات ما عرفناش ندي السيشن، فدي السيشن بتاع الاسبوع اللي قبل اللي فات. ان شاء الله اه، يعني تمام. ما نحاول نحافظ على السيشن كل اسبوع دي. انا فاكر والله فعلا غصب عني بكون مضغوط، حتى ببقى مضغوط ان انا اجهز السيشن واعمل لها ريكورد لوحدها. فان شاء الله ربنا نحاول يجزيك. نظبطها الفتره ربنا الجايه. يجازيك كل خير. وهيك يعني. فخلونا نكمل. ماشي، هم موجودين على اليوتيوب. هبعت لكم اللينك بتاعهم. خلونا نكمل او نختصر يعني بين الجدول سوليوشن دي. زي ما قلت لكم ان احنا ايه عندنا مشكله، المشكله دي بنوضحها قوي، وبنوضح العواقب بتاعتها، وبعدين بنقدم الحل. تمام. ده باختصار يعني. ممكن ندي عليها مثال زي ما قلت لكم، المثال بتاع نسكافيه مثلا. فنسكافيه بيقول لك ايه؟ انت عندك امتحانات وقاعد مش مركز ومش عارف هتلم المنهج ده كله ازاي، قاعد بقى يحسسك ان الموضوع صعب قوي. بعدين بيقول لك الحل في النسكافيه ان انت هتاخد نسكافيه، مع اول شوط هتفك وتفوق وكده. انا حسستك بالمشكله وقلت لك ان الحل كده، مع ان انا بشرب نسكافيه بنام مش عارف ليه، بس ده انا تعبان. خلينا بقى الحته بقى الجديده او اللي هنتكلم فيها دلوقتي، هي حته ايه؟ كده دي بدايه السيشن بقى بتاعت النهارده، حته اللاندنج بيج فيو والكليكس. طيب ازاي؟ احنا قلنا والله ان العميل بيعمل كليك. طيب بعد ما بيعمل كليك ايه اللي بيحصل؟ هو المفروض يروح يلاند في بيج. يعني ايه لاند بيج؟ يعني يدخل الويب سايت. احنا دلوقتي بنتكلم عن ناتج كونفرجن، يعني ان العميل هيدخل الويب سايت او اللاندنج بيج اللي انت حاططها. انا عامل لكم شرط جميله كده، او مش شرط يعني، عامل لكم بورد مرسومه. خلوني ايه بشرح طيب استنى ثانيه بشرح. خلوك هقفل الشير دي بس.
شايفين كده الشير يا شباب؟ زي الفل. طيب احنا خلينا. طيب عظيم كده. ماشي. خلينا بقى ايه ندي مثال على الكلام الجميل اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا اعلان، خلينا نتكلم ان احنا ندي المثال بتاعنا كامل على تيك توك. جميل. احنا دلوقتي عندنا الاعلان ظهر في تيك توك. الاعلان بيظهر بالشكل ده. جميل. طيب ايه بقى اللي بيظهر في الاعلان؟ والله بيظهر هنا الزرار ده. طيب الزرار ده بيعمل ايه؟ الزرار ده بيظهر للعميل بعد تقريبا 3 ثواني او 5 ثواني، بيديله كول تو اكشن. كول تو اكشن ده اللي هو ايه؟ ليرن مور، شوب ناو، اوردر ناو، فيو، ليرن مور، ايا كان. طيب يبقى ده كده العميل هيضغط عليه. يبقى هنا حصل معايا ايه في الفانل عشان ابقى فاهم؟ هنا حصل معايا كليك. نركز بقى. طيب احنا كنا بنقول اسباب المره اللي فاتت تخلي العميل لما يعمل كليك الموقع ما يحملش معاه او ما يفتحش معاه. زي ايه؟ موقع تقيل، النت فصل معاه، ما شحنش الباقه، النت في مصر، ايا كان المشكله اللي عنده يعني. طيب يعني في احتمالات ان مش كل الناس لما تعمل كليك تروح على الويب سايت. خلاص، فاحنا عملنا ايه؟ قلنا بقى لا، احنا قلنا لما يضغط كليك، لما يضغط على الزرار دي اسمها كليك. تمام. طيب لما الويب سايت هنا يفتح، الويب سايت يفتح هنسميها ايه بقى؟ المتركس او المنصات سمتها لاندنج بيج فيو. ونسميها ايه؟ لاندنج بيج. اسمها لاندنج بيج الحركه يعني. فيو عشان اقدر ايه ابقى عارف ان هي ده العدد بتاعها، يعني كم مره اتعمل لاندنج بيج. جميل. يبقى ده كده ايه؟ ده كده ان العميل فتح الويب سايت بتاعه. طيب ده كلام حلو جدا. وكده انا فاهم. ماشي. طيب العميل هيعمل ايه بعد كده؟ فاكرين كنا بنتكلم ايه في ايه المره اللي فاتت لما قعدنا شيرنا؟ العميل هيعمل ايه؟ هيتحرك في بقيه الخطوات. يعني بعد الويب سايت ما يفتح معاه هيدخل على المنتجات، وبعد ما يدخل على المنتجات هيعمل اد تو كارت ويعمل تشيك اوت، كل الكلام الجميل ده. حلو. بس احنا خلينا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ اللاندنج بيج فيو. وخلونا نرجع للشير بتاعنا الاساسي بقى تاني. نكمل. طيب العميل دلوقتي عمل لاندنج بيج فيو. يبقى انا دلوقتي عرفت كمهران، عرفت دلوقتي الفرق بين اللاندنج بيج فيو والكليك. دي حاجه ودي حاجه. ان العميل عمل كليك على الاعلان مش معناها ان هو وصل للويب سايت. جميل. طيب دي كده نقطه جميله والله. طيب اللاندنج بيج فيو دي انا ببص على ايه فيها بقى؟ يعني انا دلوقتي عندي اللاندنج بيج فيو دي عدد، قال لي والله في 10 لاندنج بيج فيو من الكامبين دي او من الاد ده. طيب ده كلام حلو. ببص على ايه تاني بقى؟ هو قال لي ان هو الرقم 10 مثلا لاندنج بيج فيو. طيب من الحاجات اللي ببص عليها الكوست بير لاندنج بيج فيو. يعني ايه الكوست بير لاندنج بيج فيو؟ يعني تكلفه الواحده بكام؟ طيب دي المنصه بتحسبها ازاي علشان نبقى فاهمين كلنا؟ المنصه بتحسب انت صرفت كام وتقسمه على عدد اللاندنج بيج فيو اللي انت جبته. يعني انت لو صرفت 100 جنيه وعملت الاعلان بتاعك عمل 10 لاندنج بيج فيو، بتقسم ال 100 جنيه على 10 جنيه يطلع لك كام؟ يطلع لك 10 جنيه. يبقى انت تكلفه اللاندنج بيج فيو الواحده عليك 10 جنيه. طب الرقم ده كبير ولا صغير؟ هنتكلم دلوقتي بنعرف ازاي ونحكم عليه ازاي. بس عامه دلوقتي انا ببص عليه في اللاندنج بيج فيو، ببص على تكلفتها. المفروض تكلفتها دي يا اما منطقيه بالنسبه لي يا اما مش منطقيه بالنسبه لي. تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا والله احنا التكلفه دي كمان بقارنها بالتكلفه بتاعه الكليك. خلينا دي نعملها كبيره كده. تكلفه الكليك اللي هي ايه؟ تكلفه الكليك دي اللي هي اختصارها ايه؟ كوست بير كليك.
طيب لو الفرق كبير قوي، ده ناتج على ان الفرق بين اللاندنج بيج فيو وبين الكليك كبير قوي. يبقى انا دلوقتي المشكله عندي فين؟ في الغالب المشكله عندك في الويب سايت، او تحديدا في سرعه الويب سايت. طيب ازاي؟ احنا قلنا في الاحتمالات اللي فاتت ان ممكن حد النت عنده ضعيف. طيب ما هو لو النت لو النت ضعيف بس الموقع سريع فهيحمل بسرعه. طيب في احتمال ايه تاني؟ في احتمال ان يكون الموقع بتاعك فيه مشاكل وانت مش عارف. انا حكيت لكم حتى المثال ده قبل كده، قلت لكم انا في عميل اقنعته ان هو يشتغل معايا. لما قلت له انت الموقع بتاعك مش بيبيع، قال لي ليه؟ قلت له عشان الموقع بطيء، فالموقع عمره ما يبيع. انت دلوقتي مستني مبيعات ومفيش مبيعات هتجيلك خالص. طيب ده ليه؟ علشان كان الويب سايت سرعته فيها مشكله. فانت لو انت في الداشبورد صحيت الصبح بتبدا يومك زي ما كنا بنتكلم في السيشن بتاعه الروتين بتاع يومك، وبتبص على الميتريكس كده بصه سريعه وانت بتبدا اليوم، لقيت ان انت مثلا عندك 40 كليك، منهم مثلا 5 لاندنج بيج فيو بس، فكده دي فيها مشكله بقى. طيب هل انا بقى هقعد احسب لو جاي لي 243 كليك اروح اشوف كام منهم لاندنج بيج فيو بحيث اقول كده كويس او وحش؟ في الحقيقه لا. طيب او في ناس بتعمل كده عادي، بس في الحقيقه انا كمهران بعمل كاستم مترك. كاستم مترك دي كنا اتكلمنا قبل كده عن الكاستم متريكس. غير ترتيب المتريكس، في بقى ان احنا نعمل كاستم مترك في حد ذاتها. الكاستم مترك دي انا بسميها ويب كواليتي، عشان هي بتعبر عني كمهران عن الكواليتي بتاع الويب سايت. في ناس بتسميها اسماء تانية عادي ما فيهاش، وما في ناس بتسميها سرعه الويب سايت، ويب سايت سبيد، ايا كان المسمى. بس الكاستم مترك دي معناها ايه؟ الكاستم مترك دي يعني انا بروح اقول لميتا انا عارف ان انت عندك بتقول لي رقم السي تي ار ورقم اللاندنج بيج فيو ورقم الكونتنت بيج فيو، بس انا عايزك تعمل لي عمود او كولوم موجود يكون بيقسم اللاندنج بيج فيو على اللينك كليك. يعني ايه؟ يعني هيعمل لي نسبه مئويه بين اللاندنج بيج فيو كعدد على اللينك كليك. بمعنى والله انا في 100، ال 100 دول عملوا لاندنج بيج فيو، ال 100 دول في كام منهم حد وصل؟ قصدي ال 100 دول، معلش انا اسف، ال 100 دول عملوا كليك على الاعلان، كم منهم حد وصل للويب سايت اللي هي الرسمه اللي احنا كنا ايه بنتكلم فيها، اللي هي دي، اللي هو معايا 100 هنا. ال 100 دول كم حد منهم بقى وصل للويب سايت؟ واخد ده كنسبه. طيب كنسبه انا هحط ستاندرد لنفسي ان انا والله مش عايز النسبه دي تقل عن 60%، وهكلمكم النسب دي بنحسبها ازاي. بس انا مثلا كمهران بقول والله لو انا فوق ال 65% او فوق ال 60%، فده بالنسبه لي رقم مقبول انا كمهران. في حد تاني يقول لك لا يا باشا انا عايز الويب سايت بتاعي ما يقلش عن 80%، هو شايف ان الويب سايت سريع وكويس وهكذا. فانت المفروض تحل مع الديفلوبر، او لو انت شغال على حاجه زي ايزي اوردر تحاول تكلم الدعم تشوف ايه المشكله اللي في اللاند تحاول تحللها. طيب في تولز بتدي تحليلات مبدئيه. في حاجه اسمها تقريبا بيج سبيد، بقالي كتير والله مش بستخدمها بس. دي بتاعت جوجل. هتاخد اي لينك، وليكن مثلا أي ويب سايت كنت عندي في المره اللي فاتت، مش عارف اعمل فيها إيه، بس اكيد يعني مش هقيم شي ان، بس ايه خلينا ناخد شي ان وهنحطه هنا. هتاخد الويب سايت تحط اللينك بتاعه وتعمل اناليسيس دي وتستنى تشوف النتائج. طب هو هيديك نتائج ايه؟ هيديك نتائج السرعه المبدئيه، او السرعه ممكن تكون كام. ممكن برضه عشان في كيس ممكن يديك هنا ان السرعه وحشه جدا وتيجي تشغل اعلانات تلاقيها كويسه. طيب ليه؟ عشان هو هنا بيحسب بارقام برمجيه اكتر، بس 90% بيبقى الارقام اللي حاططها هنا ايكوال تقريبا اللي بتطلع لك جوه. خلونا نستناه يحمل عشان اوريكم شكله ايه. هو بس هو زي ما قلت لكم بتاخد اللينك تحطه وتعمل تحليل وتشوف هيطلع لك ايه. طيب هو بيقعد يحمل هنا على فكره كتير لما بيبقى الويب سايت الداتا اللي جواه كبيره هنا. هي ويب سايت زي شي ان فالويب سايت كبير والهوم بيج نفسها فيها حاجات كتير. خلينا لحد ما يحلل نكمل كلامنا وهنرجع لها تاني.
اهو بصوا خلاص هو خلص. هو جه هنا قال لك والله، قال لك البرفورمانس بتاعه 61%. كنا بنتكلم ان من اول 60 كويس. هو هنا بقى عنده بيقول لك من 90% ده البيرفكت، من 50 ل 89 ده متوسط، من 0 ل 49 ده خطر جدا. طيب بيديك ايه كمان لو انت حاطط لاند مثلا على ايز اوردر او كده؟ هيديك تحليلات. يعني هيقول لك والله دي الاول، دي السرعه اللي بتحمل بيها الهوم بيج، فدي سرعه كويسه. بس هنا هيجي مثلا يقول لك ايه، والله ده في هنا بلوكينج تايم الوقت ده، وفي هنا سبيد اندكس الرقم ده. لو في مشاكل بقى بيديها لك اللي هي دي، يجي يقول لك والله مثلا خلينا ايه، مش هنا وثائقي بس مثلا بيقول لك في هنا ممكن تحفظ مساحه او سرعه يعني لما تعدل حاجه في الجافا سكريبت. فدي مثلا حاجه بتضايق الناس بقى الديفلوبر. يعني لو حد ديفلوبر وفاهم التول دي وفاهم يعني ايه يسرع سرعه الويب سايت، هيدخل هنا هيشوف حاجات كويسه. في حاجات بتبقى خلاص، هي مثلا بيعمل ويب سايت لسله، فسله انت مش هتعرف تعدل فيها بكل طاقتك، لا هتعدل بحاجات ليميتد معينه وهكذا. تمام. ده كده كلامنا على ايه، على فكره البيج اس بي. فهنا انا بعملها لود كواليتي دي وببص عليها بتاكد والله ان هي في المعقول. طيب لو العدد قليل، لو عدد الترافيك القليل اللي دخل مش لازم احكم منه. طيب يعني ايه؟ يعني انا لو الاعلان بتاعي جاب 5 لينك كليك ومنهم واحد بس اللي وصل للويب سايت، 5 لينك كليك ده رقم قليل قوي انك تحكم بقى خلاص ان اللاندنج بيج دي فيها مشكله. لا استنى، لان حرفيا ممكن السادس يجي فيدخل، فالنسبه هتلاقيها نطت قوي. طيب انت تحكم من ايه؟ تحكم مثلا من 30 20، يكون في عدد كليكس جه، مش من اول 20 جنيه صرفتها تقول لا خلاص ده اللاندنج بيج فيها مشكله انا محتاج ديفلوبر وتروح توقف الدنيا. جميل. طيب زي ما برضه ما مكتوب، احنا عندنا من الحاجات المهمه ممكن تبقى حاجه زي السيم. ازاي؟ في سيمات في المواقع اللي بيتحط لها سيم سريعه، سواء بقى سله زد ايزي اوردر ما شاء الله كله سريع يعني وهكذا. طيب برضه لو انا برمي مثلا على برودكت بيج، ايه ممكن يخلي انها ما تحملش مع الناس؟ ان انت مثلا تكون حاطط صور كتير. الصور دي مش حاططها بصيغه مساحتها قليله، في صيغه اسمها ويب بي، دي احسن صيغه ترفع بها الصور. النقطه دي مهمه جدا على فكره. يعني قارن بين لاند اعملها، احط لاند عاديه وامسح الصور وارفعها تاني بصيغه الويب بي، هتلاقي سرعتها فرقت. فدي نقطه مهمه. بحاول اكتب لكم اسم الصيغه، او خلينا نحطها في البرزنتيشن انتوا عارفينها يعني. ويب بي. ده كده بالنسبة إيه للنقطة بتاع الويب كواليتي. طيب في نقطة كمان. اه احنا كده الأول، حد عنده سؤال في الحتة بتاعة اللاندنج بيج فيو والويب كواليتي دي؟ لو حد عنده سؤال. طيب ممتاز، خلونا نرجع تاني للشير بتاعنا. ماشي، كنا بنقول إيه بقى من شوية؟ كنا بنقول إن إحنا والله ده الإعلان هيبقى فيه لينك كليك هنا، وبعدين الشخص هيدخل على الويب سايت وهيحصل معاه لاندنج بيج فيو. المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم احنا قدمنا في صفحات كتير وفتحنا كوليكشن بيجز ومنتجات. انا هنا عامل الفانل قصيره شويه علشان تبقى اوضح بالنسبه لي. طيب يعني ايه؟ يعني والله انا دخلت على الويب سايت، فجيت والله مثلا من القوائم اللي بتبقى فوق هنا اخترت مثلا قائمه اسمها الزرع الاخضر مثلا او زرع صناعي، ففتح لي هنا هسمي دي ايه، الكوليكشن بيج زي ما قلنا المره اللي فاتت، الكوليكشن بيج. طيب انا كده عملت ايه؟ انا عندي هنا اهو، ده الهوم بيج دخلت عليها. طيب الايفنت اللي سمع معايا هنا، اللي هيظهر معايا الداشبورد او المترك اللي طلعت اسمها ايه؟ اسمها اللاندنج بيج فيو. طيب انا لما اروح بقى صفحه تانيه هتسمع معايا برضو لاندنج بيج فيو ولا لا؟ هنشوف، هنتكلم في ده. طيب ضغطت على منتج، وداني لصفحه ثالثه اسمها برودكت بيج مثلا، برودكت بيج هيسمع برضو لاندنج بيج فيو؟ في الحقيقه بقى لا، هنا بقى دي نقطه احنا ايه
بنتكلم فيه. طيب خلينا شوية. طيب ده بقى هيودينا النقطة إن في حاجة اسمها لاندنج بيج فيو، وفي حاجة اسمها فيو كونتنت. طيب ايه الاختلاف بين الاثنين؟ او ايه هما الاثنين؟ الاول الاثنين برضو هيطلعوا لك في الميتريكس بتاعه المنصات. انا هنا بقول على المسميات بتاعه ميتا. كل منصه للتانيه ساعات بتغير الاسم مش اكتر يعني، حتى في التراكنج نفسه. في منصات بتحط اسماء زي الورد بريس، وفي سله وزد بيبقى لهم اسماء تانيه كده. بس هي عامه في حاجه اسمها لاندنج بيج فيو وفيو كونتنت. طيب الفرق بينهم ايه؟ لاندنج بيج فيو دي هتعد معاك، يعني هتديك الرقم لما اي بيدج تتفتح، اللي هي يعني بيدج فيو اني بيدج. هتفتح اي صفحه هيكونت معاك ايفنت بيدج فيو. طيب حلو. وايه الفيو كونتنت؟ فيو كونتنت دي العادي الستاندرد ان هي بتتعمل على البرودكت بيدج بس. بمعنى عميل دخل وانا وديته على الهوم بيدج، في الكيس دي ايه الايفنتات اللي هتفاير معاك؟ هيفاير معاك بيدج فيو اللي هي لاندنج بيدج فيو. حلو. طيب هيفاير معايا او هيظهر معايا على الداشبورد فيو كونتنت؟ الاجابه لا. الفيو كونتنت هيظهر معاك في امتى؟ في البرودكت بيدج. جميل. طيب خلينا ندي سؤال تاني، وعايزكم مركزين وانتوا اللي هتجاوبوا، يعني انا في الغالب مش هجاوب، او هجاوب بعد ما انتوا تجاوبوا يعني. لو انا برد الترافيك بتاعي على لاند انا عاملها على ايزي اوردر واللي تشيك اوت جواها، هيفاير معايا لاندنج بيج فيو ولا فيو كونتنت؟ وده كام وده كام؟ يعني انا دخلت 10 اشخاص على اللاندنج بيج دي، ده هيفاير كام مره وده هيفاير كام مره؟ عايزكم تعملوا رايز هاند وجاوبوا. بنفكر سوا بس. هعيد تاني عشان لو حد مش مجمع. احنا عملنا ايه؟ احنا دلوقتي عندنا لاند على ايزي اوردر، لاند واحده، صفحه واحده بتاعت المنتج، فيها كل التفاصيل وفيها التشيك اوت، فيها كل حاجه. ووديت العميل عليها. في الداشبورد عندي هيسمع ايه؟ انا دخلت 10 عملاء، عدد 10 عملاء، هيسمع معايا كام لاندنج بيج فيو، هيسمع معايا كام فيو كنت. عايزكم تجاوبوا. اعملوا رايز هاند. 10 بيج فيو. ماشي، وكام فيو كنت انت يا عبد الرحمن؟ الله. 10 10. طب اكتب يا احمد، اكتب في الشات يعني. 9 بيج فيو، واحد فيو كنت. ماشي. اكتب يا احمد في الشات معايا. على حسب اللي هيتحرك في اللاند. لا مش فاهم يعني ايه على حسب اتحرك في اللاند. بص هي مش على حسب اي حاجه. هي على حسب حاجه وحيده، هي التراكنج، واحنا قلنا ايزي اوردر عشان هو ما فيهوش لعب في التراكنج قوي. ف يعني حاطين هو كان. السؤال ايه؟ طيب احنا دلوقتي عندنا ويب سايت ودخلنا عندنا قصدي لاندنج بيج على ايزي اوردر ودخلنا 10 اشخاص. 10 اشخاص دول لما يدخلوا هيسمع عندي في الداشبورد كام بيج فيو او لاندنج بيج فيو وكام فيو كنت. طيب حد تاني عنده اجابه ولا نجاوب؟ ضغط 30 أم 10 10، أو لو هستخدم هوت جار تختلف ومايكروسوفت كلارتي تختلف. ماشي. إيه تاني؟ طيب حد عنده إجابة تانية؟ طيب ماشي. هو الناس اللي قالت 10 و10 وده هو دي الإجابة الصح إن شاء الله يعني. خلينا أقول لكم ليه و... ونتكلم فيه. طيب الأول عشان تبقوا عارفين، هجاوب على عمر اللي قال 9 بيج فيو وواحدة فيو كونت. بص يا عمر، هم ال10 أشخاص دول آه، مختلفين عادي من أجهزة مختلفة، فأي حد هيدخل هيتحسب لوحده. ده الجزئية دي. ففكرة إن الرقم مختلف
دي بس غريبه، هو مش حد مثلا هيدخل مره واحده او الاعلان ظهر له مره واحده او اكتر من مره وهو شخص واحد فبنحسب الريتش والامبريشن لو انت فكرتها بالطريقه دي. لا، البيج فيو والفيو كونتنت هيظهروا بايكوال رقم متساوي. طيب ليه؟ لان انت دلوقتي عندك خلينا نقول ايه الشرط اللي يخلي البيج فيو تحمل معاك او تكاونت معاك؟ ان انت تفتح بيج. ان انت تفتح بيج، يبقى انت كل ما تفتح بيج هيحمل لك ايه؟ بيج فيو. يبقى دلوقتي كل واحد دخل سمع مره بيج فيو. طيب والفيو كونتنت هتسمع لما انت تدخل على برودكت بيج، واللاندنج بيج في ايز اوردر هي ايه؟ برودكت بيج. يبقى انا كده عندي هيفاير في كل مره شخص هيدخل الاثنين. ده دليل لو انتوا مش لاعبين في التراكنج بتاع ايز اوردر وعاملين بترموا على برودكت بيج او لاندنج بيج، اعملوا التو كولمز تشوفوهم هتلاقوا نفس العدد ايه. لو اختلفوا ففي الغالب في حاجه غريبه يعني. بس هو العادي ان الاثنين يبقوا ايه؟ ظاهرين ايكوال. ده بالنسبه للجزئيه بتاعت اللاندنج بيج فيو والفيو كونتنت. طيب خلونا بقى نكمل. احنا حلو في كل الاسئله دي، ان شاء الله نبقى نعتمد فيها. طيب عندنا ايه بقى؟ احنا قلنا تاني، نرجع الشخبطات الكتير بتاعتنا. احنا قلنا ايه؟ ان احنا عندنا برضه الجزء بتاع الويب سايت، وان احنا عندنا العميل ماشي وفي رحله للعميل جوه الويب سايت بتاعنا ايه. طيب والله كلام جميل. طيب خلينا نمسح كده عشان ما نشتتش دماغنا. طيب خلونا نكمل. احنا قلنا ايه؟ احنا دلوقتي والله العميل بتاعنا وصل فين؟ ده نخلي ده العميل عشان نبقى متخيلينه. انا مش اشطر حد في الرسم يعني، بس ده العميل بتاعنا. العميل بتاعنا وصل فين؟ العميل عدى من الاعلان، راح الهوم بيج، وبعدين راح الكوليكشن بيج، وبعدين ضغط على اعلان وطلع له البرودكت بيج. طيب انا اعتبر يعني ده شكل البرودكت بيج ده، ملوش دعوه بالجنب الحته اللي في الجنب دي هكلمكم عليها دلوقتي. طيب دي كده البرودكت بيج. البرودكت بيج دي فيها ايه؟ البرودكت بيج دي ده الستاندرد يعني، او مثال سيمبل فيها والله صوره المنتج، فيها السعر، فيها الالوان المتاحه، فيها ديتيلز المنتج، الماتيريال والحاجات بتاعته، والله فيها منتجات تانيه مختلفه. ده كده شكل بسيط لايه؟ للبرودكت بيج. مش كلامنا حالا على البرودكت بيج يعني كوصف، بس ده ايه؟ دي كده برودكت بيج. طيب اهم حاجه بقى في البرودكت بيج ايه؟ لو احنا بنتكلم على ويب سايت كامل، ان يكون في زرار الاد تو كارت. ده مهم جدا، خلينا يبقى واضح. تمام؟ ده زرار ايه؟ الاد تو كارت. طيب يبقى انا دلوقتي عندي بعد ما العميل عمل كونتنت فيو اللي هو دخل صفحه المنتج، انا مستنيه يعمل ايه عشان يشتري؟ يعمل اد تو كارت. وهنا هيبقى برضو في دروب. دروب ازاي؟ مش كل الناس اللي هتدخل هيعجبها الشنطه دي، صح؟ صح. طيب انا دلوقتي ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ ممكن عميل يطلع يروح برودكت تاني، او ممكن يقفل الويب سايت خالص. طيب انا مستني كام واحد دخلوا الويب سايت وعملوا فيو كونتنت او لاندنج بيج فيو يعملوا اد تو كارت؟ والله هي نسب. بمعنى يعني انا مثلا من كل 100 دخلوا البرودكت بيج ممكن ابقى مستني ان 30 منهم يعملوا اد تو كارت. ده مثلا نوع متاجر انا كنت شغال عليه. في متاجر تانية في الفاشن وكده بنبقى مستنيين اب تو كارت اكتر. طيب ليه؟ عشان الناس في العادي البيهيفير بتاعها انها تدخل تعمل اب تو كارت كتير. في متاجر الاب تو كارت بتبقى عدد مهول جدا، نسبه يعني ممكن نسبه تعدي ال 100%. لو هو التراكنج بيكونت كل المنتجات، زي مثلا ايه؟ زي المثال بتاع المره اللي فاتت بتاع المفارش. بتاع المفارش ده كان بيعمل ايه؟ بيبيع مفارش وبطاطين و... وحاجات كتير جدا وفوط ومناشف مش عارف ايه. فبالتالي العميل اللي بيدخل في الغالب هو عنده بيهيفير شراء، بيجهز اوضه، بيجهز شقه، بينقل، داخل على صيف، داخل على شتاء، فهيشتري اكتر من قطعه. فكنا بنلاقي مثلا من كل 10 دخلوا في مثلا 30 اب تو كارت.
طيب ازاي؟ هو الناس داخله اد تو كارت اد تو كارت اد تو كارت وبعدين بتمشي يعني. دي كانت مشكله ثانيه. الكونتنت له تاثير على نسبه السي ار او. محتوى البرودكت بيج بيأثر. احنا لسه هنتكلم على الجزئيه دي. طيب النسبه كام بقى اللي اقول ده ريفرنس ليا ما ينفعش الا عنه؟ في الحقيقه مفيش نسبه كده. يعني انا قلت لك نسبه دلوقتي، هبقى بوريك بس ان انا ايه بديك ارقام، بس هي في الحقيقه مفيش نسبه. طيب علشان ابقى منطقي المفروض اعرف النسبه دي منين؟ انا بقول لك هنا ما تبقاش اقل من 30%. عايزه اكتر من 30%، لان كل ما الناس تعمل اب تو كارت اكتر، كل ما ايه، كل ما نسبه ان الناس تشتري او فرصه الشراء تبقى اكتر. طيب المفروض اعرف النسبه دي منين؟ اصح حاجه انك تروح لاكتر من حد كانوا في نفس المجال اللي انت شغال عليه او اشتغلوا عليه وتسالهم انت تقريبا اب تو كارت كام في الميه من الفيو كونتنت او من اللاندنج بيج فيو، والكوست بالاب تو كارت كام. بتسال على الاثنين دول. طيب ليه؟ لان انت ممكن مثلا يجي لك كوست بالاب تو كارت 30 ريال، فتبقى حاسس يا نهار ابيض الاب تو كارت بس ب 30 ريال، الرقم ده كبير جدا بتهيأ لك انت. بس يطلع مثلا العميل في العادي بيشتري اوردر مثلا فوق ال 1000 ريال، فبالنسبه لك 30 ريال ده ولا حاجه. زي كانك بتبيع منتج في مصر ب 1000 جنيه، والاب تو كارت جايه لك ب 30 جنيه، فكده ايه بقى الرقم منطقي. تمام. فانت اصح حاجه ان انت تروح. طيب هتوصل للشخص اللي كان شغال في نفس مجالك ده ازاي؟ عادي جروب مثلا فيسبوك او جروب واتساب زي الجروب بتاعنا. يا جماعه انا والله معايا ويب سايت بيبيع فاشن في السعوديه، متوسط اسعارها فوق ال 1000 ريال. حد اشتغل على حاجه زي دي قبل كده؟ عايز اساله على كام سؤال، ولما يتكلموا اسالوا على ده واسالوا على حاجات تانية عادي. بس يعني دي نقطه مهمه تسال عليها. جميل. بحيث ان انت تبقى قادر تقيم الرقم ده كبير، الرقم ده صغير، طيب انا ماشي صح ماشي غلط وهكذا. ويفضل تسال قبل ما تطلع حملاتك عشان تبقى بتصرف وانت مش خايف يعني. ده نقطه. طيب ايه الحاجات بقى عامه اللي تخلي الناس تعمل اد تو كارت اكتر؟ والله اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم السعر. ليه؟ خلينا نمسح الحاجات دي. ليه؟ السعر اهم حاجه. هو اصلا دخل فشاف السعر، فلو عجبه المنتج هيعمل اد تو كارت، ما عجبوش مش هيعمل اب تو كارت. جميل. عمره ما يضيف للسله منتج هو بالنسبه له غالي. يعني انت مثلا دخلت تجيب شنطه فلقيت الشنطه دي ب 6000 جنيه، مش هجيبها. انا معيش اصلا 6000 جنيه احطهم جوه الشنطه، فخلاص انا لا مش هجيب المنتج ده بالنسبه لي غالي. انا والله انا بدور على حاجه. طيب امتى؟ نقطه بسرعه. امتى العميل يحس ان المنتج مش غالي؟ لو حس بقيمه المنتج مقابل السعر، او حس ان قيمه المنتج اكبر من سعره. بمعنى انا ممكن عادي جدا كمران اشتري شنطه مثلا ب 3000 جنيه، بس ايه، والله الشنطه دي مثلا يجي لي معاها ضمان، يجي لي معاها ان هي بتفت الحاجات بتاعتي، بتفت معاها وانا مسافر، وبتفت معاها وانا بتحرك مثلا حركه سريعه. انا بتحرك يعني بسافر كتير وبتحرك جوه المدينه اللي انا فيها كتير. فمثلا لو انا لقيت شنطه بالموضوع ده وب 2000 جنيه، عادي جدا هجيبها، بس ابقى ضامن انها كويسه. كويسه بقى، سواء ده وصل لي بان هو قال لي معاك ضمان مثلا ضد عيوب الصناعه او ان هو مثلا قال لي في ريفيوهات على البراند، او في ريفيوهات مثلا ان منتجاتهم بتعيش عمر معاهم. طيب الحاجات دي اسمها ايه؟ الحاجات دي اسمها الثقه في البراند. انا هكون واثق في البراند ازاي؟ تمام. انا عامل الحاجات دي في البرزنتيشن، هنرجع تاني نقولها بالترتيب يعني، بس انا بشرح دلوقتي. طيب يكون واثق في البراند، حلو. او وهو بيشرح لي في الوصف بتاع الماتيريال هنا يكون ايه؟ يكون شارح كل حاجه، قايل لي والله الماتيريال عامله ازاي، البراند اللي انت هتجيب منه عامله ازاي، الديتيلز بتاعت المنتج عامله ازاي. جميل. يبقى دي نقطه برضو مهمه. طيب لو في اوفر، الاوفر على فكره مهم جدا. في براندات وفي مجالات كبيره جدا ما بتبيعش غير بالاوفر، وفي شريحه كبيره جدا من الناس شبه ما بتشتريش غير بالاوفر. وان كان في شريحه بتشتري من غير اوفر، بس الاوفر اللي هو ايه، اللي هو بدل السعر ده يوم عامل كده يقول لي مثلا والله 30 دولار. فانا بالنسبه لي 30 احسن اكيد من 59 او اللي هي 60 دي، ايا كان شكل السعر ازاي. عشان ممكن حد يجي دلوقتي يقول لي ايه، لا اعملها 99.999 ايا كانت الطريقه. بس انا كان دلوقتي على فكره ان انا ايه، قبل الخصم وبعد الخصم. جميل. دي
النقاط. خلينا برضو نركاب الحاجات دي من البرزنتيشن بحيث نقولها بالترتيب. يبقى الحاجات دي ايه؟ اتكلمنا عن الاد كارت. الاد كارت ممكن احسب لها نسبه. النسبه دي انا مش هبقى عايزها اقل من 30%. انا كمهران بحبها كده، اكيد في اكبر يعني. وعلى حسب المجال، وهتسال ناس. طيب ايه اللي يخلي الناس تعمل اد تو كارت؟ السعر بتاع المنتج، الاوفر اللي عليه، الثقه في البراند، وكمان حاجه الكول تو اكشن اللي على المنتج. يعني تخيل كده زرار الاد تو كارت ده مش واضح او مش بيتحرك، او انا مثلا بسكرول لفوق هو اختفى، انا مش عارف اضيف المنتج. انما لو انا بسكرول وطالع لي تحت الاد تو كارت، زرار الاد تو كارت، او زرار تاني مثلا بيقول لي خصم لمده 24 ساعه، او اخر يوم للخصم، او باقي 10 قطع، فده بيزود ايه اللي الناس تعمل اد تو كارت، اللي هو بقى الفومو والحاجات اللي الناس كلها بتتكلم عليها دي. طيب برضو أنا اتفقنا المره اللي فاتت خلاص ان احنا ما ننبهرش بالمسميات اللي الناس بتحطها لحاجه. في نقطه بقى مهمه، هو انا هحسب نسبه الاد تو كارت ازاي من اللاندنج بيج فيو او من الفيو كونتنت؟ انا بعملها برضو كاستم مترك، بعمل مترك اسمها اد تو كارت برسنتج، وبحط فيها ايه؟ بحط فيها الاد تو كارت وبقسمها على اللاندنج بيج فيو. انت بقى شوف انت شغال ازاي. والله انت شغال عايز تحسبها على الفيو كونتنت عشان المنتجات، ماشي. انا مثلا المتاجر اللي معايا معظمها او اللي شغال عليها بايدي دلوقتي، ببقى مثلا الهوم بيج نفسها حتى لو فيها منتجات فتحتها ظاهر زرار الاد تو كارت، فانا بقى بحسب على اللاندنج بيج فيو. تمام. طبعا كل الحاجات دي هتتحسب صح لو تراكنج مظبوط. انا وعدتكم ان شاء الله هحاول اجيب حد يشرح التراكنج بالتفصيل في سيشن يعني. طيب ده كده الجزئيه بتاعت ايه؟ بتاعت الاد تو كارت والكوست بتاعتها وتكلفتها وهكذا. طيب عندنا ايه بعد كده؟ عندنا والله بعد الاد تو كارت دي التشيك اوت. انا حاسس ان انا مدوخكم بين الاثنين برزنتيشن، بس خلونا ماشي. بصوا، مش انا قلت لكم هنا في الحته دي سيبوها؟ هنا دي الكارت، فهو هنا لما دي الكارت ودي السعر بتاعها، هيودي في دي صوره ليها، وفي ان هو اصلا يكون في ايه؟ يكون في تشيك اوت. فخلونا نشرح على التشيك التشيك اوت ده. طيب التشيك اوت ده بيبقى ايه؟ انت والله عملت اتمام الطلب او كومبليت اوردر، هيقوم نقلك على صفحه التشيك اوت. طيب التشيك اوت دي الصفحه النهائيه اللي انت بتحط فيها بياناتك والعنوان بتاعك، وبتشوف بقى اي تكاليف تانية، سواء بقى ضريبه، رسوم للشحن، شركات الشحن اللي هتوصل لك ممكن تبقى بتختارها في التشيك اوت، طرق الدفع اللي موجوده دي برضه هتلاقيها في ايه؟ في التشيك اوت. طيب التشيك اوت دي كل برضه ما نسبتها تزيد تبقى كويسه. طب نسبتها من ايه؟ انا بحسبها من الاد تو كارت، في ناس بتحسبها من الكونتنت بيج فيو. طيب ليه؟ عشان ساعات في متاجر بيبقى زرار التشيك اوت ده او الكومبليت بيمنت ده ظاهر جوه الهوم بيج او البرودكت بيج دايركت، فمش لازم يحسب الاد تو كارت يعني. طيب يبقى انا دلوقتي التشيك اوت دي انا هبقى محتاج ان هي نسبتها تزيد والتكلفه بتاعتها تقل. دي نقطة. النقطة الثانية برضو هبقى عايز انها اكتر اكيد من 30%. المفروض اصلا التشيك اوت تبقى لو بتحسبها من الاب تو كارت تبقى نسبة اكبر، يعني مثلا من كل 100 اب تو كارت يجي لك عادي جدا 50 تشيك اوت. ده رقم مقبول يعني. طيب ممكن ده يبقى فيه مشاكل فين؟ يبقى فيه مشاكل تأثر على رقم التشيك اوت ده منين؟ من الحته اللي احنا كنا راكنينها اللي هي دي، اللي هي الفيو كارت. ممكن اصلا زرار الفيو كارت ده يبقى بيعلق او مش بيظهر للناس او مش واضح اصلا ان انت لما تعمل اد تو كارت تروح تعمل كومبليت اوردر من هنا، فبالتالي التشيك اوت مش تفتح مع الناس. دي نقطه. ودي بتحصل في متاجر، والله بتحصل جدا. وممكن اصلا حد يبقى بيلعب في اعدادات المتجر اللي مقفلها بالغلط خفيفه او مغير لونها. دي حاجات بتحصل جدا. طيب حاجه كمان بتاثر في التشيك اوت، ان يكون بيجي كود عشان تروح للتشيك اوت. يكون بيجي لك كود ازاي؟ لو انتوا بتستخدموا المتاجر بتاعت سله مثلا وزد، لما بتيجي تروح للتشيك اوت بيقول لك حط رقم تليفونك عشان ابعت لك كود على موبايلك او على الواتساب. طيب الكود ده انت المفروض تظبط الاعدادات بتاعه ان هو يبقى بيجي واتساب واس ام اس وايميل،
يبقى بيجي في كل حته او يجي في الحاجات الشائعه زي الواتساب يعني. طيب ممكن حد من الاعدادات بتاع المتجر، ودي كانت بتحصل معايا، حصلت معايا في مره تقريبا، العميل كان بيلعب في الويب سايت وعملوا ان هو يجي على الايميل، ففجاه صحيت الصبح ما لقيتش تشيك اوت خالص، لقيت واحده تشيك اوت من مثلا 600 اد تو كارت. طيب الكارثه دي ايه؟ ان العميل بيلعب امبارح في الاعدادات او موظف عنده قفل البوتن ان هو ايه يجي على على الواتساب. فدي نقطه انت المفروض تراجع، هو لو في كود بيوصل، الكود بيوصل فين، وتجرب كذا مره، خصوصا مع سله وزدين او خصوصا مع زد بالتحديد. تجرب كذا مره تتاكد ان والله الكود بيوصل، دي نقطه مهمه. طيب ايه تاني؟ ممكن الناس ما تكملش في التشيك اوت لو لقت ان في رسوم اضافيه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا كاتب له في الويب سايت شحن مجاني، بعدين راح للتشيك اوت او قبل ما يروح حتى للتشيك اوت لقى ان انت كاتب له والله في مثلا توصيل 80 جنيه وضريبه مثلا 10 ريال او حاجه. العميل ده هيطلع مش هيكمل التشيك اوت اصلا. فدي حاجه يعني. برضه نفس الفكره ان العميل يبقى واثق فيك ويبقى عايز يكمل ان هو يحط بيانات الكارت عادي. نقطه ان لو انت شغال اونلاين بيمنت دي، العميل هيثق فيك ليه اصلا؟ حتى والله الكاش اون ديليفري الناس ما عادتش بتثق، فبقى بيقول لك لا اتاكد الاول ان الاوردر فيه معاينه وكده. فدي نقطه مهمه، انت لازم تبقى تكسب ثقه العميل. يعني حتى بالصدفه ما بلونش مثلا براند مع واحد صاحبي دلوقتي، فاحنا كاوبريشن تمام، كماركتنج تمام، كل حاجه، بس احنا محتاجين نبيلد ثقه في البراند. احنا نعمل ده ازاي اصلا واحنا الناس مش واثقه فينا لسه، الناس مش عارفانا. محتاجين نروح نقول لهم والله ده فيه ضمان على المنتجات، والله ده فيه باكينج وشكل كويس، وان احنا براند مش حد هيديك المنتج وخلاص. طب والله ده المنتج ده احنا اللي مصنعينه بايدنا، فلو في حاجه نقدر نصلحها لك. دي حاجات كلها لازم تبقى انت مخلي العميل واثق فيك يعني. ودي ليها حاجات كتير يعني، ممكن حتى تبقوا تسرشوا عليها زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ازاي اخلي الناس تثق في براند مثلا كوزماتكس. ممكن تسالوا شات جي بي تي، يعني هيديكم نقاط معينه، اقعدوا اسالوه زي ما شرحت لكم المره اللي فاتت، وقولوا له طب العملاء بتتضرر من ايه، طب العميل بيبقى مستني يسمع ايه، وهكذا يعني. جميل. ده بالنسبه لجزئيه ايه التشيك اوت. طيب اخر حاجه معانا هي البيرشز، او اخر حاجه في الفانل، يعني ربنا يكتر البيرشز عندنا وعندكم. انت مهم جدا ان انت تبقى بتجيب بيرشز ده في الاخر، يعني اصلا شغلنا ده كله او تعبنا ده كله عشان نجيب بيرشز. طيب ايه ممكن ما يكونش بيخلي البيرشز تكاونت؟ ان التراكنج بايظ، ده اوبشن موجود يعني عادي، او ان الناس مش راضيه تحط الفيزا بتاعتها، يعني فتحت صفحه التشيك اوت مش هتحط الفيزا، ما لقتش طرق دفع اللي هي عايزاها، ما لقتش شركات الشحن، ما لقتش التوصيل في وقت قليل. انت مثلا قايل لهم على كود خصم في الهوم بيج فهم خدوه كوبي، ولما راحوا على تشيك اوت ما لقوش كود الخصم ان هم يحطوه، او ما لقوش موجود اصلا او مش متفعل. انت اديتهم وعد قبل بره وما لقوش جوه، زي برضو الفري شيبنج والحاجات دي. في سؤال بقى هنا، شايفين ايه تاني ممكن يخلي العميل بعد ما يكتب كل البيانات دي ما يكملش، ما يشتريش المنتج؟ شات برضو، يعني اللي عنده فكرة يجاوب. سؤال تاني، ايه ممكن يخلي العميل بعد ما يمشي كل الويب سايت ده ويكتب البيانات ما يعرفش يشتري او ما يتممش عمليه الشراء، سواء عارف او لا، يعني ما يتممش عمليه الشراء. اكتب احسن يا اخويا، اكتبه في الشات. ماشي. عشان كان في سؤالين، ايه الكونتنت ليه تاثير في السي ار او. طيب ليه ما حسبش نسبه الاد تو كارت على السيلز بيج؟ مش فاهم قصدي. على السيلز بيج دي اللي هي على اللاندنج بيج فيو يعني، مش حسابها عادي براحتك يعني. مفيش صح وغلط يعني، هي على حسب بس التعود. حد عنده عامة مقترحات ما يكونش متاح أكتر من وسيلة دفع؟ ماشي صح. جواله فصل شحن أو نت وانشغل في حاجة تانية، أو رجع حس باتصال. أنا كنت هقول القلشة دي، أقول لك النت فصل وبتاع كده وبتاع بالصورة دي. ماشي. عميل بيدور على وسيلة دفع مش لاقيها، ده صح، نقطة مهمة. لو في مشكلة في الصفحة نفسها ما بتقبلش العنوان بلغة معينة، دي بقى نقطة مهمة جدا.
ان مثلا انت بتقول له اختار المحافظه او المدينه، هو قاعد بيقلب، هو مش لاقي المحافظه بتاعه، فمش مش عارف يعني اختار المحافظه دي ازاي. دي نقطه برضه مهمه. مشكله معانا في وسيله دفع معينه زي كانت بتظهر معايا في اي او اس. مظبوط، دي نقطه مهمه. في كمان وسائل دفع دلوقتي لو بنتكلم على السعوديه، وهي دلوقتي هتبقى في مصر او بقت في مصر، مش عارف لسه بقت موجوده ولا لا زي ما قلت لكم. بس ابل باي، الناس في السعوديه بتدفع ابل باي من زمان، فده بيفرق معاهم جدا. يعني المنتج اللي معاه ابل باي دي، اي متجر مسطب ابل باي مثلا ممكن نقول 80% من مبيعاته المدفوعه بتبقى عن طريق ابل باي. ده قاعده يعني، ان ما كانش 90%. ماشي، يبقى مظبوط زي ما احنا قلنا. ممكن مشكله في النت، ممكن مشكله بيدخل البيانات مش عارف يحط العنوان بتاعه، ممكن حد اتصل بيه. دي على فكره كيس بتحصل. يعني ساعات كنا بنبعت مثلا رسالات المفقوده، حد يقول لك والله حد اتصل بيا وما عرفتش الاقي الويب سايت تاني، او كسلت اكتب البيانات تاني. تابي تمارا لحد بتاع مثلا. دي نقطة برضو. تابي تمارا دي وسائل تقسيط في السعودية، فمثلا بيحاول متعود إن هو بيشتري بتابي تمارا بس مش عارف يشتري. الله ينور يا شبابي. بس فدي كده حاجات برضو بتأثر على إن هو يكمل البيرشيز. جميل. أنا كده خلصت. أنا في العادي كنت بعمل يعني السيشن دي كان ممكن أعمل جدول معين كده ليها، بس انا هشرح لكم الجدول ده على وايت بورد زي ما كنا بنشرح المره اللي فاتت برضو. بحيث ان شاء الله يعني اديكم بقى ازاي بنحسب الارقام اكسبكتد، يعني ازاي اتوقع البيرشيز بتاعتي بكام او الاد تو كارت بكام. ماشي. انت في برضو ندى بتقول لو مشكله في زرار البيرشيز ده بيقلل يعني البيرشيز. ده حقيقي على فكره، ساعات الزرار مش شغال يعني، فيقعد يضغط يقول له مش شغاله يا مولانا. فدي نقطه. هشرح لكم بقى على الوايت بورد دلوقتي الحته الاخيره بتاع توقعات الارقام. معلش يا جماعه ثانيه ورا كده. ماشي يا شباب، انتوا كده شايفين ان شاء الله الوايت بورد يعني. طيب اللي هنتكلم فيه دلوقتي ايه؟ نتكلم دلوقتي في فكره توقعات الارقام. طيب يعني ايه توقعات الارقام؟ يعني انا والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا ببدا اشتغل، فانا والله العميل طلب مني او انا الاكونت مانجر او انا عايز اجيب ارقام معينه، فببدا افكر ازاي. طيب النقطه دي مهمه وعايزكم مصحصحين فيها يعني، وهنختم بيها ان شاء الله. طيب ازاي؟ دلوقتي انا مثلا اتقال لي ان الاي او في اللي هي الافريج اوردر فاليو بتاع المنتجات، يعني في العادي متوسط السعر اللي بشتري بيه، وليكن خلينا نتكلم بالجنيه المصري يعني 1000 جنيه. ده كده متوسط السعر الناس بتشتري بيه.
يعني ايه متوسط السعر؟ يعني انا والله لو عندي ويب سايت كبير وببيع حاجات ب 400 جنيه، حاجات ب 500 وحاجات ب 3000 مثلا، فالمتوسط 1000. مش متوسط دول يعني عشان ما حدش يروح يحسبها، انا بقول متوسط الاسعار عندي كده. عندي والله حاجات تانية ب 800، عندي حاجات تانية ب 1100، بس المتوسط 1000. المتوسط ده بحسبه ازاي؟ انت عارفه او العميل قال لك عليه في البريف، او انت دخلت على الداشبورد شفت متوسط الاوردرات بيبقى سعرها كام وحسبته. جميل. طيب حلو جدا. طيب انت اتقال لك ان متوسط الاي او في ده 1000 جنيه، واتقال لك برضو ان العميل محتاج يجيب ار او اس، هنقول مثلا عشان الحسابات تبقى سهله 4. حلو. يبقى انا دلوقتي محتاج احسب ايه؟ انا محتاج احسب والله الكوست بير بيرشيز. انا محتاج احسب تكلفه البيعه، هي متوسط يعني، بس تكلفه البيعه اللي بالنسبه لي يبقى كويس عشان اجيب الرقاص ده. طيب احسبها ازاي؟ انا قلت انا عندي المتوسط بتاع اليو في، اقوم قايل ان هي الكوست بير بيرشيز بتساوي ايه؟ بتساوي الاي او في على الرقاص، اللي هي بتساوي ال1000 على 4. يعني بتساوي كام؟ بتساوي 250. يبقى أنا معايا لحد 250 كوست بير بيرشيز. ده كده أنا كأني حسبت إيه؟ كأني حسبت الماكس سي بي بي. الدنيا مش بتبص لها برضو على مستوى الآت، بس أنا بديك مثال تحسب بيه على الداشبورد وأنت شغال الأرقام كويسة ولا لا. حلو؟ طيب حلو كده. خلونا نكمل. طيب حلو. انا دلوقتي حسبت ايه؟ انا حسبت ان الكوست بير بيرشيز يبقى بكام؟ ب 250 جنيه. خلينا برضو عشان نسهل الحسابات هنقول انها 300. ماشي؟ يعني هنقول ايه؟ انها 300 جنيه. حلو. طيب هنقول بقى ايه؟ هنقول احنا دلوقتي حسبنا الفانل، كنا بنشرح يعني، خلاص هنسيب ال 300 جنيه دي على جنب. دي بالنسبه لنا السي بي بي او الماكس سي بي بي، سيبها على جنب دلوقتي. طيب احنا بقى من شويه كنا بنشرح ايه؟ كنا بنشرح ان احنا عندنا العميل بيعمل كليك، بعد الكليك بيعمل لاندنج بيج فيو، بعد اللاندنج بيج فيو بيعمل كونتنت فيو، وبعدين بيدخل يعمل اد تو كارت. هنا بقى بدايه الحاجات المهمه بالنسبه لي، الاد تو كارت. من الاد تو كارت يروح للتشيك اوت، ومن التشيك اوت بيعمل بيرشيز. انا عايز ان تكلفه البيرشيز اقصى حاجه تبقى 300 جنيه. حلو الكلام. طيب لو تكلفه البيرشيز المتوسط بتاعها 300 جنيه او الماكس بتاعها 300 جنيه، ابقى انا عايز تكلفه التشيك اوت كام؟ ما انا التشيك اوت بتيجي عندي قبل البيرشيز، انا بشرح لكم طريقه تفكير. طيب التشيك اوت تيجي بكام؟ والله انا عندي مثلا هقول لو ان انا كمهران، من كل، علشان اجيب واحده بيرشز في العادي على الويب سايت، او لما رحت سالت الراجل اللي كان شغال على المجال ده قبلي، قال لي ان من كل 3 تشيك اوت بيجي ايه؟ بيجي واحده بيرشز. تمام. يبقى انا دلوقتي محتاج التشيك اوت تيجي بكام؟ انا محتاج التشيك اوت تيجي ب 100 جنيه، عشان ال3 تشيك اوت يبقوا ب 300 جنيه، يقوموا جايبين لي ايه؟ الواحده بيرشز. نعيد تاني عشان حد طلع. انا رحت سالت الراجل اللي كان شغال على المجال ده قبل، قلت له تقريبا علشان تجيب بيرشز تجيب كام تشيك اوت؟ جه قال لي والله بتجيب 3. حلو. يعني مثلا 30% من الناس اللي بيعملوا تشيك اوت بيشتروا، بيعملوا بيرشز. حلو. يبقى انا من كل 3 بجيب واحده. طيب انا بقول ان انا مش عايز اعدي ال 300 جنيه في سعر البيرشز، وهنعتبر ان الراجل ده امين وكلامه سيف يعني معايا. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هحط حساباتي ان انا عايز التشيك اوت ما تغلاش عن ال 100 جنيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا شغال والدنيا تمام والارقام شغاله، لقيت التشيك اوت عندي ب 500 جنيه، يبقى انا كده رايح في 60 ده. ده ايه غلط؟ انا بحط الارقام دي حالا عشان تنور لي الطريق، تقول لي انت ماشي صح ولا غلط. ما استناش اصرف مثلا 10000 جنيه وما جبتش ولا بيرشيز فاقول حاسس ان في حاجه غلط. لا، انت لازم تبقى باصص على الفانل
حرفيا من بعد 500 امبريشن تبدا تشوف هي الناس دي بتعمل اد تو كارت ولا لا، الناس دي بتعمل بتدخل على البرودكت بيج ولا لا، الناس دي بتعمل ايه. لازم تبقى مركز. حلو. طيب احنا كده قلنا ايه؟ احنا محتاجين سعر التشيك اوت كام. طيب نفس الراجل الامين ده اللي كلامه مظبوط قال لي ان انا عشان اجيب اصلا 3 تشيك اوت دول بكون جايب مثلا 9 اد تو كارت. انا اعتبر اللي هي ايه؟ ان كأن النسبه للتشيك اوت من الاد تو كارت 30%، والنسبه من البيرشز من التشيك اوت برضه ايه؟ 30%. يبقى حلو، كلام جميل. انا هعتبر بس ان ال 10 دي، قصدي التسعه دي انا هعتبرها 10 عشان نسويها حسابات. جميل. فيبقى 30% 3، ويبقى الثلاثه نسبه منهم واحد. طيب حلو. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده جاب لك 10 اد تو كارت، جاب منهم او صرف عليهم ال 300 جنيه. يبقى انا المفروض الاد تو كارت بتاعي تيجي بكام؟ ب 30 جنيه. ده الماكس. لو جت ب 5 جنيه مش هقول لها انت وحشه انا عايزك ب 30 جنيه، لا انا بقول ده السقف بتاعي. انا المفروض وانا مركز او انا ببص، الاد تو كارت بكام؟ ده الاد تو كارت يا عم جاي لي ب 10 جنيه و 20 جنيه. طب والله الحمد لله. جميل. لما ال 30 جنيه او تعدي وصلت 50 60، لا انا كده رايح في ده. مش اد تو كارتايه واحده، يعني مش هروح امسك الكامبين دي كلها شغاله بقى نص ساعه جابت لي اد تو كارت واحده، يا نهار ابيض دي صارفه 100 جنيه اوقفها. لا انا بكلمك على قد اكونت شغال وانت بتتميز على الارقام وفاهم والنسب دي انت متاكد منها. طلعنا كامبين جديده وبنبص، مش بنحكم حكم متسرع، لا عادي طبيعي ان انت تتفرج. جميل. على اساس بقى الكلام الجميل ده ببدا بقى ايه؟ ابص على الارقام اللي فوق. والله انا الكوست باللاندنج بيج كام؟ نعتبر مثلا نسبه الناس اللي بتعمل اد تو كارت من اللاندنج بيج مثلا إيه؟ 50% من الناس. طيب 50% من الناس الاد تو كارت اصلا بتجيلي، انا عايز الماكس بتاعها 30 جنيه. يبقى انا عايز ان الماكس بتاع اللاندنج بيج فيو مثلا 15 جنيه. ما تبقاش بقى لاندنج بيج فيو بتجيلك ب 30 جنيه اصلا وانت مستني تجيب الاد تو كارت برضه 30 جنيه. طيب والله اللاندنج بيج فيو ب 15. طيب اللينك كليك بكام؟ اللينك كليك مثلا ب 10 جنيه، وعشان في دروب فمثلا التكلفه بتزيد على اللاندنج بيج فيو تبقى ب 15. طيب حلو. اللينك كليك دي اللي هي ايه؟ الكوست بير كليك. طيب الكوست بير كليك دي انا بسمع محمد لسه ببدا الاعلان لقيتها اصلا غاليه معايا او ما بتجيش، الناس ما بتعملش كليك. فالمشكله فين؟ المشكله في السي تي ار. ولا هحسن فيه؟ حسنت فيه الرقم ده ظبط، لقيت فيه مشكله في، بص بقى انا مفكر زي فلان غير اللون عشان تعرفوا ان ده شخص تاني. انا دلوقتي ببص على ايه؟ على السي تي ار. السي تي ار كويس، كوست بير كليك كويسه معايا، كوست بير كليك كويسه وجالب ال 10 جنيه بتاعتي. يبقى انا دي هنعتبرها زي بعمل علامه صح جنب الخطوه الصح دي، كده صح. طيب الويب سايت سرعته كويسه واللاندنج بيج بيتحمل بسرعه، الكوست باللاندنج بيج فيو بقت ب 15، يبقى دي كده علامه الصح التاني. طيب دخلت انا دلوقتي مستني ايه؟ والله مستني ان الناس تعمل اد تو كارت. لقيت ان انا جايب الكوست بلاندنج بيدج ب 15 او اقل على الارقام اللي انا حاططها، فجاه لقيت الاد تو كارت دي جايه لي مثلا ب 70 جنيه. هوبا، هنا المشكله يا عم الحاج، يلا تعالى نشوف المشكله فين. المشكله في ان الناس ما بتعملش اد تو كارت. نرجع نشوف الاسئله اللي احنا حاطينها. الناس ما بتعملش اد تو كارت ليه؟ والله عندك صورة الحاجات بقى اللي احنا لسه شارحينها في السيشن دلوقتي. صورة المنتج مش حلوة، سعر المنتج غالي، الوصف مش واضح، مفيش ضمانات، مفيش حاجة تدي ثقة للعميل. طب لما اتأكد ان دول كلهم بقوا اتحلوا والمشاكل دي اتحلت، اوتوماتيك هتلاقي السعر ده بيقل معاك تدريجي. جميل. طب حلو. الناس عملت الاد تو كارت معايا، عملت الاد تو كارت، والاد تو كارت جات لي باقل من 30 جنيه، وليكن جات لي ب 20 جنيه. طيب الناس راحت على تشيك اوت؟ اه والله الناس راحت على تشيك اوت، يبقى كده الزرار مش معلق. طب حلو، ده شيء كويس. والكود بيوصل، حاجه كويسه. طيب كم حد دخل؟ والله ده في ناس دخلت وناس ما دخلتش. اروح اراجع المشاكل، لما احس انها اتحلت او الاقيها هلاقي التكلفه دي اوتوماتيك بتقل معاك. كل ما اسعار الحاجات دي تقل معاك، كل ما انت هتجيب بيرشيز بسعر احسن. حلو. طيب احنا كنا حاسبين فوق ايه؟ كنا حاسبين ان الكوست بير بيرشيز بتساوي الاي او في على الرايز. طيب لما بقى
لما الكوست بير كليك دي تقل معايا والاي او في دي هنقول ان هي ثابته، يبقى انا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ان الراس دي هتروح معايا. هتلاقي بقى الناس بيقول لك ايه، انا عملت كيس ار او اس 40 ار او اس 80. ده عمل ايه؟ لو عمل الكيس دي في الحقيقه يعني ده عمل ان هو راجع الفانل كامله وحل كل المشاكل اللي فيها، وقام رايح جايب لك كوست بير كليك قليل. جميل. حد عنده سؤال؟ انا خلصت. عايز اسالك، لو حد عنده سؤال مش فاهم يعني قول لي مش فاهم عادي. آه نعيد يعني، انا بحب الجزء ده بحب شويه. عمر انت كنت بتقول 100 جنيه، فانا فاكر انت رديت فين، فتمام ماشي. حد عنده اي سؤال او نقطه مش واضحه في اللي اتقال يعني؟ هنسال بعدها لو حد عنده سؤال عامه. طيب حلو. خلينا بقى ايه، ممكن تعرضها عملي على الداشبورد. بص يا احمد، والله هو في مشكله بس واحده في حته العمل على الداشبورد دي، ان مش كل الاكونتات اللي، او مش يعني كل الاكونتات اللي معايا للاسف ما ينفعش اعرضها هي نفسها. فدي مشكله. انا والله حتى كنت عايز اجيب لكم سكرينات من اكونت، بس مش هينفع يعني. حتى الارقام نفسها انا حاولت، بس مش هيبقى صعب يعني. آم، حتى مش بحطها، انا ما عنديش بورتفوليو بحط فيه كيسز بسبب نفس الغلط. الاكونتات بتبقى توب سكريت. مش كل الاكونتات، مش كل العملاء بتحب الارقام تظهر يعني. وساعات برضو في ارقام يعني ممكن اشير داشبورد مش انا بس اللي شغال عليها، ابقى انا وناس، فهبقى انا كاني بشوف شغل ناس تانية. ممكن الناس دول يبقوا التيم بتاعي، بس ستيل هبقى انا بقول لك بص عملنا ايه. فده مش احسن حاجه يعني. فقول لي لو انت عندك مشكله. طيب بصوا، هقول لكم حاجه لطيفه احنا ممكن نعملها. لو ده اللي انتوا عايزينه يعني، ممكن ترتبوا المتركس على اكونتات معاكم لو انتوا عايزين، وابعت لي سكرين مثلا لايف تايم مثلا على الكامبينز، وبعت لي سكرين على رقم الواتساب اللي انا كنت ببعت منه اللينك، مش الرقم اللي فيه صورتي، الرقم التاني. و... وانا احاول اسجل لها فيديو وابعتها يعني، اعمل لك تحليل من وجهة نظري وابعتها لك. لو ده فعلا انت محتاج ابعتها لك يعني، هبعتها للكل برضه. فانت لو ده تمام معاك يا احمد او غيره، وانا ممكن اعمل كده عادي. اعتبر اوديت للاكونت مجاني لو ده اللي انتم محتاجين. طيب خلينا نكمل كلامنا. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ احنا قلنا كلامنا عن الفن. طيب تفكيرك بقى في الفانل ده عامة يعني، يعني مش ده مش عارف ايش هو دي، بس يعني مش عشان انا بقول لك دلوقتي كده، لا انت المفروض اوتوماتيك تفكر دايما في الفانل بالطريقة دي. ازاي؟ هو انا ايه اللي باظ معايا النهارده؟ هو انا ايه اللي حصل؟ بحيث ان انت تلاقي المشكلة بسرعة. اكن السيشن بتاع الروتين اليومي دي، طب انا بعمل ايه؟ انا بفتح الصبح هوبا لقيت الدنيا بايظه، ببص على الارقام بعيني بسرعه لقيت الاب كارت مخيشه. انا ممكن اروح بسرعه اشوف الويب سايت هو ماله، الناس ما بتعملش اب كارت ليه؟ ايه اللي حصل؟ طيب لا ده تشيك اوت وقع، اروح اعمل اوردر تيست كده، ايه ده هي الدنيا هتسمع معايا ولا لا؟ ايه المشكله؟ إيه اللي رفع الكوست معايا؟ دي عامه طريقه التفكير اللي انت المفروض تكون بتتحرك بيها يعني. آم، بس احنا كده خلصنا النهارده. أتمنى السيشن تكون خفيفة، وعذرا تاني على موضوع السيشن اللي فاتت والله، كان الموضوع بيبقى خارج إرادتي كتير يعني. بس إن شاء الله يعني إحنا هنحاول دايما زي ما قلت لكم إن إحنا نحافظ على يوم الثلاث، إن هو يكون في سيشن كل ثلاث يعني. طيب في سؤال بيقول هو ممكن يبقى فيه سيلز فانل وأنا ما عنديش ويب سايت وشغال رسايل؟ هو في الحقيقة لا، يعني شرح السيلز فانل بالمتركس دي بيزد اكتر على الويب سايت بالمتركس اللي انا بقولها دي. بس انك تبلد عامه سيلز فانل وتقلل الكوست في الرسائل وفي الليدز والحاجات دي، الفانل بس اقل يعني. الفانل اكتر على حسب انت بترمي على ايه. لو انت مثلا شغال رسائل، انت في الرسائل بتبص على الكوست بير مسج، وبتبص على السي تي ار، و... وصرفت كام وامبارح والنهارده. شغل الليدز او الرسائل ابسط شويه، ابسط مش ابسط عامه، بس لا اله الا الله، بس ابسط يعني في الفن.
إلى حد ما. وإن كان في برضه ريتارجتنج وكده يعني. بس أنا مينلي شغلي الأساسي إي كوميرس، وشغل الليدز أو كده بعمله حاجات سبيسيفيك أوي، الحاجات اللي أوريدي شغال عليها بنفسي. بس فأنا الفانل هنا كلامنا كله على إي كوميرس ويب سايت. السيشن الجاي هيكون عبارة عن إيه؟ مش عارف، قولوا لي رأيكم. أنا مش فاكر، إحنا كنا حاطين 2 توبكس تقريبا، هم دول الاتنين اللي شرحناهم. فخلينا نراجع الفوت كده ونتكلم سوا. ممكن نعمل فوت تاني حتى عن موضوع السيشن. صح، هم نتكلم العميل تقريبا، هي كانت السيشن دي. حاضر والله، هعمل اول ما نتفق مع العميل وايه الوعود اللي تديها له، وايه اظبط لكم الكونتنت بتاعي يعني. وممكن احاول اجيب حته ازاي نضغط على العميل اصلا من الاساس انك تقنعه ان انت احسن من غيرك، زي ما اتكلمنا فيها مره كده. خلونا نقفل الشير. ماشي يا شباب. زي ما قلت لكم يعني، احنا هنثبت ان شاء الله كل تلات. عايزكم بقى لو هتراجعوا السيشن او لو حد اصلا بيسمعها في الريكورد، ان شاء الله السيشن تبقى كويسه. لو عندكم اي اسئله، انا برضو زي ما قلت لكم بفتح الجروب للمحادثه بقى في السيشن، حاجه بسيطه يعني، بتبقى السيشنز متاحه كلها، الكلام قصدي متاح كله يعني. حد عنده سؤال في اي حاجه دلوقتي ولا تمام؟ عامه بقى سواء في السيشن او في غير السيشن دلوقتي. ازاي احدد جولز وانا متفق مع العميل تكون واضحه؟ طيب بص، هو انا هتكلم عن ده في السيشن الجايه، بس باختصار انت المفروض تحط كي بي ايز او متريكس ليك مع العميل. بمعنى والله انت داخل تقول للعميل وعد معين، بتقول له مثلا انا هجيب لك رؤاس كذا، او هجيب لك حجم مبيعات كذا. فده الحاجات اللي انت بتتفق معاه عليها. ممكن تبقى متفق مثلا ان انت، انا والله هاخد رقم فيكسد، بس لو كسرت التارجت ده هاخد كوميشن مثلا وليكن 1% مثلا يعني. فخلينا نتكلم عليها باستفاضة أكتر السيشن الجاي يعني. بس جولز واضحة دي ليها طرق، وساعات أصلا ممكن تعمل أوديت قبلها. ممكن تتفق معاه لو هتوفر لي كذا هجيب لك كذا، مثلا كريتيفز كل يوم مثلا، بس هجيب لك الرأس اللي أنت عايزه أو حجم المبيعات اللي أنت عايزه كده يعني. عنده سؤال تاني؟ ماشي يا شباب، شكرا لكم. أتمنى تكون السيشن مفيدة، وخلونا على طول مع بعض على الجروب إن شاء الله. لو حد احتاج أي حاجة هتقولي في أي وقت. ماشي يا شباب، شكرا. بس